ما ينفعش الشتاء يعدي من غير ما نعمل فيه قراقيش. احلى قراقيش باذن الله بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لك ازاي تاخد التسويه المظبوطه وتطلع معاكي مقرمشه وخطيره. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه معايا بقى الحاجه اللي هستخدمها للقراقيش. انا هعمل معاكم كيلو من الدقيق. هنا استخدمت له معلقه كبيره من اليانسون ومعلقه صغيره من الشمر. هحمصهم كده على النار زي مثلا 5 دقايق، نار هاديه خالص. ولو حابه تحطيهم زي ما هم كده هتحطيهم، لكن انا هعملهم في المطحنه بتاعه الخلاط. يعني ايه؟ حاجات بسيطه كده، مش هنعمهم خالص، لا، يبقوا مجروشين كده. هنا الخميره بحب اعمل لها اختبار دايما. ميه دافيه، نزلت بكيس خميره عليه معلقه من السكر، هدوبهم تماما علشان تتاكدي ان الخميره نشطه معاكي. هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا بقى بعد ما حمصتهم، ليه بقى بحمصهم؟ لما بتحمصيهم بيبقوا كده متحمصين معاكي في القرص، بيبقى طعمهم وريحتهم احلى ما تحطيهم نيين. هنا معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، نخلته كويس، ونخلت باكت من البيكنج باودر، وهنزل بمعلقه سمسم كبيره ومعلقه صغيره من بتاعه الشاي. هنا كده بقول لكم انا عاطفها، بيبقوا مجروشين زي ما شفتوا معايا. لحبه البركه حاجه بسيطه منها معلقه صغيره، لان لو كترتي هتغمق معاكي القرص مش هتبقى حلوه خالص. استخدمت معلقتين كبار من النشا، معلقه تكون هرميه من بتاعه الاكل. بنخل النشا وبنخل البيكنج باودر علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. اول حاجه القراقيش ما بتحطلهاش غير سكر بسيط، يعني معلقتين 3 من السكر للكيلو. بس اللي عندها اولاد صغيرين وهياكلوه كده مثلا من غير شاي ولا اي حاجه غير الكبار، فانا استخدمت ربع كيلو من السكر. يفضل سكر يكون لونه ابيض علشان ما يغمقش برده الوصفه معاكي، ويكون سكر ناعم مش خشن علشان ما يظهرش معاكي في الاكل وكده. فانا استخدمت الكيلو دقيق، ربع كيلو من السكر، وده حسب الرغبه زي ما اتفقنا. الماده الدهنيه 500 جرام، ميكس ما بين السمنه والزيت. الزيت بيديكي القرمشه والسمنه بتديكي النعومه الحلوه كده. انا نزلت بمجين وربع كده مقدارهم، لو متوفر عندك المج ده نص كيلو، اللي هو ما يعادل 500 جرام من الماده الدهنيه. مش هتبقى معاكي ناعمه ولا حاجه، لا بالعكس، ده هي كده بتبقى حلوه. يعني في ناس ممكن تستخدم مثلا 400 جرام براحتك، بس انا بفضلها بالطريقه دي. ببسها زي ما بنبس الكحك بالظبط، بتغليه في كل حبيبات الدقيق بالسمنه. هنا مفيش 5 دقايق كانت الخميره ما شاء الله ولا قوه الا بالله اتضاعفت معايا. تتاكدي كده ان الخميره بتاعتك نشطه مليون في الميه. لو سبتيها وما اتضاعفتش كده يبقى الخميره معاكي فاسده ومش هتنفع تعجني بيها. ومهم جدا تبقى الميه دافيه زي دمع العين. لو سخنت الميه بتقتل مفعول الخميره، ده برده مهم جدا. هنا شايفين الفوم ده كده، ان خميرتك كده شغاله واشتغلي بيها على طول. اقلب كده الخميره تقليبه كده في العجينه. واللبن اللي انا هعجن بيه يكون دافي، لان احنا في الشتاء، مش سخن برده، دافي زي دمع العين. افضل ما يبقى ساقع مخرجاه من التلاجة علشان يساعدك ان هو القراقيش تخمر معاكي. مش بنعجنها زي العيش، مش بنعجن ونلت فيها زي العيش، لا، بصوابعك كده وتشربيها. واستخدمت ميكس ما بين اللبن والميه، مفيش اي مشاكل. وعلى فكره تقدري تعمليها كلها بالميه او باللبن، مفيش اي مشاكل. انا استخدمت ميكس ما بين الاثنين. هنا ما شاء الله هتاخد معاكي 10 دقايق بصوابعك كده، بتبقى العجينه تقطع معاكي، ما فيهاش مطه لان هي مش عيش. هتسيبيها تريح مفيش 5 دقايق. ما بتسيبهاش تخمر في المرحله دي، لا، بتشتغل على طول، وبعد كده بتخمر بعد ما بتفرديها. لو عندك القطاعه دي متوفره تديك الاشكال الزجزاجيه الحلوه. مش متوفره عندك، بسكينه واشتغلي بيها. بشكشكها كده بالشوكه، واعملي بقى الحجم اللي انت حباه في الطول وفي العرض. انا بحبها الحجم اللي انتوا شايفينه معايا، مثلا مش اكتر من صباعين. بتحددي علشان تاخد كلها حجم موحد وتاخد تسويه زي بعضها. هرصهم على صواني الومنيوم. شايفين ده السمك؟ لو سميكه زياده عن كده بقى هتاخد اول حاجه وقت كتير معاكي في الفرن، وممكن تبقى من جوه كده مش مقرمشه. فده السمك اعملي حساب ان هي برده هتتضاعف معاكي، ولما تدخل الفرن هتتضاعف في الخمر وهتتضاعف في الفرن، فهتبقى كده حجمها مناسب. انا بفضل المخبوزات في العموم تسويها على صواني الومنيوم، بتوزع الحراره حلو وبتاخدي نتيجه ممتازه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وما دهنتش الصينيه اي ماده دهنيه. الماده الدهنيه اللي موجوده في القراقيش كافيه ان هي ما تلزقش، وهتشوفوا معايا دلوقتي بطريقه سهله بسيطه ومن غير فراده. انا بفرد بصباعي وبعد كده ببطن ايدي كده علشان خاطر ما تبقاش صوابعي سايبه بصمات في القراقيش. فاهمين قصدي؟ هنا لو عندك زي ما اتفقنا بقى اي حاجه متوفره عندك قطعي بيها، السكريبر اللي زي كده، السكينه، القطاعه، المهم طعمها في الاخر هتدي نتيجه كويسه. والشكشكه اللي انا بعملها شايفين ده برده بالسمك كده، حاولت اوريه لكم مره كمان. وما تبقيش مثلا عاملاها من ناحيه سميكه ومن ناحيه رقيقه، فمش هتطلع. خلي ايديكي مساويه في
في الفرد زي ما انتم شايفين معايا صدقوني سهله وبسيطه، يعني انت لو اول مره هتعمليها واتبعتي الخطوات البسيطه دي هتطلع معاكي ما شاء الله ممتازه. وبالنسبه للسوائل زي ما شفتوا معايا بنزل بيها كده واحده واحده مش مره واحده علشان ما تضطريهاش زياده عن اللزوم وتحتاجي بقى دقيق، فلا ما ينفعش. هي نسبه وتناسب. لكيلو الدقيق 500 جرام من الماده الدهنيه، وبتبدأي تشربي اللبن أو المية زي ما شفتوا بصباعي، مش بتعجنيها زي العيش علشان ما تكونش معاكي مطة. هي حاجة بتاكليها كده بتدوب في بقك. طبعا بما إنها مش هنحشيها فأنا حطيت السكر. لو عندك فرادة بقى وحابة تفرديها هتعمل معاكي كده فهتقولي العجينة بايظة، لا لو هتستخدمي بقى الفرادة حطي كيس من بتاع التلاجة وافردي عليه برضه هيديكي نتيجة كويسة. هتشوفوا معايا دلوقتي لو ما انتش حابة تفردي بإيديكي يعني، بس صدقوني هي مش محتاجة فرادة، سهلة وبسيطة خالص، عجينة سلسة يعني. خلصت بقى كل الكميه بنفس الطريقه، هبدا بقى اغطيها وهسيبها مثلا احنا في الشتاء ساعتين عادي مش هيجرى لها اي حاجه. في الصيف نص ساعه وهتكون خمرانه معاكي. ضروري جدا لازم تسيبيها تريح. اول حاجه لازم تسيبي مسافه ما بين كل واحده والتانيه، هي هتخمر. ولما بتدخل الفرن برضو لو حطاهم جنب بعض زياده عن اللزوم هيلزقوا ببعض مش هياخدوا تسويه مظبوطه، مهم عندي جدا. هغطيهم بقى علشان ما توقفش عليهم اي حاجه، وبيدخلوا فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. هياخدوا معاكي بالظبط في الفرن 25 دقيقه. وما تولعيش الشوايه، لو ما اخدتش لون من سخونيه الفرن هتولعي لها الشوايه، وتتابعي بقى لما تولعي الشوايه. بما اني بسوي في فرن البوتاجاز زي ما انتم شايفين معايا الحراره بتبقى متوزعه فيه كويس، يعني اخدوا لون من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين كده في 25 دقيقه بالظبط. اول ما بتخرجيهم من الفرن على فكره بتبقى طريه، سيبيها بس تهدى وتبرد هتبقى مقرمشه معاكي وبألف هنا. اتمنى منكم لايك وشير يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد، وهتعملوا معايا باذن الله احلى قراقيش تستحق التجربه. شايفين مش لازقه ولا اي حاجه، مع ان انا ما دهنتش الصينيه اي ماده دهنيه خالص. ابدأي بقى لما تسيبيهم يبردوا لو انت عامله كميه علشان ما يطروش معاكي، هتعبيهم في علبه تكوني حاطه فيها كيس في الارضيه بتاعت العلبه او في حله لو ما عندكيش علبه، والطبقه اللي فوق اخر طبقه خالص تغطيهم برده بكيس وتغطيه. مهم جدا ما يدخلهمش هواء علشان ما يطراش معاكي. في الاجواء الشتويه مع كوبايه شاي او كوبايه لبن وبألف هنا، الولاد هيفرحوا بيهم قوي. وخصوصا زي ما اتفقنا لو عندك اطفال صغيرين وبيحبوا الحاجه مسكره، بألف هنا على قلوبكم مقدما، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى حاجه في بيوتكم وتفرحوا بيها اولادكم. كنت معاكم فاتن الجندي يا حلوين، نتقابل في فيديو جديد سهل وبسيط. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.